يا رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك، ويتفاءل المكروب قرر يتوب ويترقب ثوابك، تدخله في ظل عرشك المجيد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد. يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الفرصة التي سنتكلم عنها اليوم هي فرصة غالية، فإن الإنسان في البرزخ يكون دائما بانتظار أن تهب نسائم هذه الفرصة عليه. إنها حسنات رائعة مفعولها يستمر إلى ما بعد الوفاة، لأن الإنسان قد زرعها في حياته وهو الآن يستفيد منها. وهي ثلاثة أنواع ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المشهور عندما قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما الصدقة الجارية فهي كل مال دفعته لله ولا زال أثره مستمرا بعد وفاتك، مثلا بئر تحفره فيشرب منه الناس، أو مسجد تبنيه يصلي فيه المصلون، أو وقف من الأوقاف كعمارة أو أرض، أو أي مال جعلت نفعه يجري للناس. أذكر أننا ذهبنا لإحدى القرى الإفريقية التي يموت أهلها بسبب بعدهم عن الأطباء، والمرأة قد تكون على وشك الولادة ولا يدركونها إلى المستشفى، منطقة بعيدة نائية، حتى أنهم يأخذونها على دراجة نارية، وبعض النساء الحوامل ماتت بالطريق. لا يوجد لدينا مستشفى هنا. مستشفى بعيد علينا في مسافة أبعد من 15 كيلومتر. فذهبنا إليهم ووعدناهم أن ندفع راتب ممرض يعيش عندهم، بحيث إذا وجدت حالة طارئة فإنه ينقذها. بشرهم الآن بإذن الله عز وجل، تكفل فيه إن شاء الله. ممرض يحضر هنا ويداوم في القرية، ونصرف له راتب كامل بحيث لا يعالج الأشياء المستعصية ويعالج الأشياء العاجلة مثل الأمراض وولادة عاج مستعجلة وشيء مثل هذا. بشرهم بهذا الخبر. لقد فرحوا فرحا شديدا عندما أخبرتهم بالخبر. Qui va toujours veiller sur votre santé pour au moins essayer de vivre. إذا رزقنا الله بأول مرة تنجب طفلا صغيرا في هذا البلد نعطيه اسمك، نعطيه هذا الاسم، يعني تعبيرا عن فرحتنا بقدومكم إلينا هنا. ونتمنى أن نقدم لك الولد الذي أعطيناه هذا الاسم. طبعا اعتذرت، أصلا لست أنا المتبرع، لقد طلبت منهم أن يسموه عبد الله، فاسمه عبد الله أحب إلى الله تعالى من اسم شاري. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وما يحبه الله مقدم على ما نحبه نحن. Ce n'est pas mon propre nom, mais que ça soit Abdullah. هذه تعتبر صدقة جارية، فإذا توفي هذا المتبرع فإن ثواب عمل هذا الممرض يصل إلى المتبرع وهو في البرزخ، فإن كان قد بقيت عليه ذنوب لم تتكفر فإن هذه الصدقة الجارية تكفر منها بحسب صدقته. فإذا بنيت مسجدا فإن كل من صلى فيه فإنك تأخذ مثل أجر صلاته بدون أن ينقص من أجر المصلي شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأما إذا وفقك الله فاهتدى إنسان على يديك بسبب صدقتك أنت، فإن هذه من أعظم الصدقات الجارية. فكل حسنة يفعلها هذا الذي أسلم فإن لك مثلها. فإذا صلى هذا المهتدي فكأنك أنت صليت مرتين، وصلاتك التي أديتها تحسب، وصلاة هذا المهتدي تحسب إليك أيضا. وإذا تزوج هذا المهتدي من المسلمين فأنجب أطفالا مسلمين فإن أجرك سيزيد، فكل ما يفعله هؤلاء الأبناء من العبادات سيكون لك، فهو استثمار متواصل، وكأنك أنشأت جيلا جديدا من أهل الإسلام يعملون أعمالا صالحة كلها لك وأنت مرتاح في بيتك. وإذا توفي الإنسان وهذه هي حاله، فلك أن تتخيل كم من الحسنات التي سيدخل عليه في كل يوم وليلة، وربما تكون عليه سيئة يعذب بسببها في قبره، فلا يزال هذا المهتدي يصلي ويذكر الله ويعمل الصالحات إلى أن تمسح سيئة هذا الميت، فيتحول قبره إلى النعيم بعد أن كان معذبا. هل سمعت عن قصة الذين أغثناهم فأسلموا؟ انظر مثلا إلى هذه القرية التي ذهبنا إليها، وهي قرية معدومة من قرى إفريقيا، قمنا بإغاثتهم وإعطائهم أشياء بسيطة تبرع بها بعض المحسنين، فتأثر أهل القرية كثيرا. وكان هنالك أحد الشباب في القرية اسمه عبد الرحمن، أسلم منذ فترة، وكان يكلم إخوانه وأصدقائه عن طيبة المسلمين، وحاول أن يدعوهم إلى الإسلام ولكنهم لم يسلموا. ومنذ متى أسلم؟ تقريبا سنة. قبل سنة. ما شاء الله. طيب، لماذا لم يسلم مع إخوانه؟ هل حاول فيهم يعني؟ لما دخل هو الإسلام إخوانه كانوا بجواره لكن لم يوافقوا دخول الإسلام. لم يوافقوا. والآن ماذا حدث؟ ديون إتجو ديمبو دوا بيوم. Bon, mais non, moi aussi à Zoé. Heureusement, il va bien mais beaucoup de comportements qui dem bien mais on dit que gens dit bon. وقال بعدما دخل الإسلام كل تحركاته وتصرفاته تغير إلى حسن. الحمد لله. فلما رأى إخوانه وأصدقاؤه إغاثة المسلمين لهم لانت قلوبهم، وأرادوا الدخول في الإسلام في نفس اليوم، فأقر الله عين هذا الشاب بإسلام إخوانه جميعا أمامه في نفس اليوم، ولقناهم الشهادة، فما أروعه من موقف. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله. فهذا الذي تصدق بقيمة الحملة الإغاثية في ذلك اليوم إن شاء الله يكتب له أجر إسلام هؤلاء، وهي قيمة بسيطة. يعني إذا كنت أنت بأفريقيا فإنك تستطيع أن تطعم 4 أشخاص بأقل من $1 تقريبا. والصدقة الجارية كالعقار المدر، يعطيك حسنات كثيرة ودائمة في نفس الوقت، وأبوابه كثيرة. ولكن الذكاء هو أن تقتنص فرصة فيها حسنة جارية، يعني إذا وجدت صدقة يمكنك أن تجعلها دائمة، فهذه فرصة لا تفوتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يقول أهل العلم: أفضل هذه الثلاثة هي علم ينتفع به، وهو العلم الشرعي، كأن يكون الإنسان عالما من علماء المسلمين، ففتاواه ودروسه ومحاضراته وخطبه وكتبه تكون كلها أجر مستمر له. وحتى لو كان عليه ذنوب فإن استمرار هذا العلم بنفع الناس بعد وفاته يكون مكفرا له عن سيئاته، ويصل ثوابه إليه في قبره ويبرد عليه. لكن قد يقول قائل: أنا لست عالما بالشرع، خلاص يعني فاتني هذا الأجر؟ أبدا. الحمد لله أننا في عصر يمكننا أن ننقل العلم وننشره بكبسة زر، فالأشرطة والهواتف والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تنقل المحاضرات والدروس إلى ملايين وبثواني معدودة، فكأنها شيوخ متنقلة. فلماذا لا تشارك فيها؟ بحسب علمي فإنه لم يحدث
في عصر من العصور أن يقول داعية محاضرة أو درس ويستمع إليه الملايين إلا في هذا العصر، وأنت لا تدري كم يمكن لشخص أن يتغير بسببك. فحاول أن تبدع في نشر الخير، واجعل لك في كل جهاز علما ينتفع به تقوم أنت بنشره. رسائل هاتف، الحاسب الآلي، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، بكل شيء فيه إرسال تقوم بنشر هذا الخير، وبحسب توفيق الله تعالى تؤسس لك علما ينتفع به، ولكن بشرط أن تتأكد قبل أن ترسل. والله أنا أحيانا عندما يكتبوا لي في آخر رسائل انشر تؤجر، أقول لبعضهم لا تنشر تؤجر، لأن بعض الناس ينشر كل شيء ديني يصل إليه، فكم من أحاديث موضوعة لا أصل لها دارت، وكم من معلومة خاطئة لا أساس لها انتشرت، فيهدم الإنسان بدل أن يبني. وقد يقول قائل كيف أعرف هل هذا الحديث صحيح أم لا، وهل هذه المعلومة صحيحة أم لا؟ أنا لست عالما. الجواب إذن انقل عن العلماء، فإذا جاءك شيء من عالم بالصوت أو بالصوت والصورة فانشره، أو جاءك شيء مكتوب من شخص أنت تعلم أنه لا ينشر كل ما جاءه، بل هو ثقة يتأكد وينقل على العلماء، فهذا انشر عنه، نعم هنا تؤجر عليه. وإلا فلا تنشر كلاما لا تعلم سنده، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واسمح لي أن أبشرك، نعم أبشرك بأنك لو علمت الناس الخير فإنه سيحدث لك شيء عظيم، ولكنك لا تسمعه ولا تحس به. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. يا الله، تخيل لو استطعت أن تسمعهم وهم يصلون عليك، يعني يستغفرون لك، أنا لا أظن أن قلبك سيستحمل ذلك. عموما بقي من حديث الأعمال التي تنفعك بعد وفاتك ولد صالح يدعو له. وللعلم فإن الذي ينفعك بالدعاء ليس فقط أبناؤك، بل كل إنسان يدعو لك بعد الوفاة يكفر عنك من السيئات، ولكن الابن الصالح له دافع أكبر للاستغفار. ولهذا إذا كنت تريد أن يستغفر لك الناس بعد وفاتك فاستغفر أنت لمن مات منهم الآن، وسيرزقك الله تعالى من يستغفر لك بعد وفاتك، فالجزاء من جنس العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ولكن دعونا نكون واقعيين، إن أكثر من سيذكرك هم أبناؤك، ولكن هل سيدعون لك كثيرا؟ وإذا دعوا لك فهل هم صالحون لكي يستجاب لهم؟ دعونا نحل هذه المسألة في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. تابعونا. يا الله يا الله، يا رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك، وتفاءل المكروب قرر يتوب ويترقب ثوابك، تدخله في ظل عرشك المجيد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.